قادم. الاتحاد الكرة بيهدد النادي الاهلي بحرمانه من ضم لاعبين في شهر يناير في حالة عدم عودته للجنة الأندية. يعني برضه بقى اتحاد الكرة هيبدأ مش يتحكم، هيبدأ بقى يستخدم سلطاته. النادي الأهلي عايز ينفرد، عايز يطلع بره لجنة الأندية ولجنة البث الفضائي ويسوق لوحده، فاتحاد الكرة ولجنة الأندية هيبدأوا بقى يستخدموا سلطاتهم إن النادي الأهلي مش هيأيد أو مش هيعرف يضم لعيبة في شهر يناير لو عايز يخرج ويسوق لوحده في الدوري الممتاز أو يسوق ماتشاته منفردا. والقصه دي لازم تخلص، يعني النادي الاهلي لازم يكون موجود مع الانديه الاخرى. خلاص موضوع الانتخابات تم والنادي الاهلي عضو من لجنه الانديه، بس الانديه مش عايزه الكابتن حسن حمدي يكون رئيس اللجنه. ده شيء طبيعي، يعني الانديه شايفه من خلال السنين اللي فاتت اللي الانديه المصريه في الدوري الممتاز ما استفادتش من وجود الكابتن حسن حمدي في رئيس للجنه، وكان قبليه طبعا الاستاذ ممدوح عباس رئيس اللجنه السنه اللي فاتت. ولكن عايز اقول حاجه في النقطه دي، ان النادي الاهلي مش النادي الاهلي كنادي اهلي، الكابتن حسن حمدي كان بيستخدم الاستاذ ممدوح عباس في تحقيق الاهداف الكابتن حسن حمدي في لجنه البث الفضائي السنه اللي فاتت. يعني كان الاستاذ ممدوح عباس مش من قراره او من خلال تفكيره، لا، كان الكابتن حسن حمدي بيستخدم الاستاذ ممدوح عباس، ولكن الكابتن حسن حمدي مش عايز يكون هو رئيس لجنه الانديه، لكن بيحقق كل حاجه من خلال الاستاذ ممدوح عباس رئيس لجنه البث الفضائي السنه اللي فاتت. الكلام ده يعني